اللي صار معاي بهاليوم بالكويت، والله لو ما عشت بنفسي ما كنت صدقته أبد. وخلكم معاي للنهاية، لأنه النهاية قلبت الموضوع كله فوق تحت. أنا وقتها كنت راجعة من الدوام وركبت باص يوصلنا من منطقة الشويخليس وبالسالمية، وكان يوم طويل ومتعب وكنت مو بمود أبد. المهم وأنا قاعدة بمكاني التفت على رفيجتي اللي كانت معاي. بصراحة كنت متوقع أشوفها تعبانة مثلي أو أقل شي ساكتة، بس اللي شفته كان العكس تماماً. كانت تضحك، تتسولف ومندمجة بشكل غريب مع الأجواء اللي حوالينها. حتى الناس اللي بالباص كانوا يسولفون وياها وكأنهم يعرفونها من زمان. مو بس ذي، هي بنفسها قامت تدخل معاهم بالكلام وتضحك على سوالفهم وترد عليهم بأسلوب خفيف دم. وقعدت تقريبا طول الطريق وهي بهالحالة، ولا كأنها تعبانة ولا شيء لهم شيء. أنا استغربت صراحة شلون قدرت تقلب مودها بهالشكل. الباص كان ماشي والجو داخله غريب شوي، إضاءة خفيفة، أصوات ناس، سوالف متداخلة، وهي قاعدة بينهم مستمتعة بشكل واضح وكأنها عايشة لحظة ثانية غير اللي أنا فيها. أنا من كثر ما استغربت قلت يمكن لو أسكر عيوني شوي وأهدي أتجاهل كل اللي قاعد يصير. بس فجأة سمعت صوت من وراي، واحد كان قاعد بالمقعد اللي خلفي مباشرة. قال لي بهدوء: ليش معقدة الأمور؟ شوفي رفيجتك عايشة اللحظة ومستنسة، جربي تكونين نفس الشيء. سكت شوي وكمل: انبسطي الحين، وبعدين إذا حاب زعلي أو فكري، بس الحين عيشي اللحظة. كلامه كان غريب بس بنفس الوقت دخل براسي بطريقة ما توقعتها. حاولت أرد عليه أو حتى ألتفت بس ما قدرت، كأن في شي مخليني ساكتة أراقب. بس بعدين بدون ما أحسم سكرت عيوني شوي وبدأت أركز على الأصوات حواليني: ضحك، سوالف، حركة الباص. وفجأة حسيت إني خلاص دخلت الجو، نسيت التعب، نسيت إني كنت متضايقة من الأساس، ولقيت نفسي أشارك بالكلام، أضحك، أرد بطريقة أنا نفسي استغربت منها. كأن شخصيتي تغيرت فجأة، مو أنا اللي قبل نص ساعة. حتى داخلياً كنت مستغربة شلون أنا قاعدة أتصرف جذي وليش حاسة إني مرتاحة. بس بنفس الوقت ما كنت أبي أوقف، وقعدت بهالحالة طول الطريق لين الباص وقف أخيراً عند المحطة اللي ننزل فيها. نزلت أنا ورفيجتي وكنا مو بروحنا. نفس الشخصين اللي كانوا قاعدين ورانا بالباص نزلوا معنا، وهني بدأت السالفة تاخذ منحنى ثاني تماماً. بس قبل ما أكمل لكم شنو اللي صار بالضبط، لا تنسون اللايك والاشتراك عشان تشوفون باقي القصص اللي صارت لي. أنا اسمي سعاد، عمري 24 سنة، وهذه رفيجتي دعاء نفس عمري، ودرسنا سوا بالكويت تخصص كيمياء، وتوظفنا الاثنين في مختبر خاص. ومن يومها بدأت تصير لنا مواقف غريبة، بس اللي صار بها اليوم كان أغربهم كلهم. بعد ما تخرجنا أنا ورفيجتي دعاء، صراحة كنا متوقعين حياتنا تمشي بطريقة ثانية، بس الواقع كان غير تماماً. لا، أنا ولا هي صار لنا نصيب بهالفترة، ولا أحد حتى دق الباب أو سأل، مع إن مو ناقصنا شيء الحمد لله. وكل واحدة فينا كانت شايفة نفسها زينة بطريقتها. بس بدل ما نقعد نفكر وايد بهالموضوع، قلنا خلاص نركز على نفسنا، شغل، فلوس، ونبني حياتنا بنفسنا. وفعلا بدأنا ندور شغل بكل مكان، لين الله كتب لنا نلقى وظيفة بنفس المكان. كان شغلنا شوي غريب ومختلف، مو مختبر تقليدي ولا تحاليل طبية، لا، الموضوع كان أوسع من جذي. كنا نشتغل على عينات، مرات أشياء لها علاقة بالكيمياء، مرات مواد غريبة، مرات أشياء تجي من مواقع مختلفة بالكويت. شغل فيه غموض شوي بس بنفس الوقت ممتع. المهم
نظامنا اليومي صار واضح، نطلع من الصبح نركب باص الشركة ونرجع سوا آخر اليوم. وبما إن بيتنا قريب من بعض، دعاء كانت تركب قبلي بمحطتين وأنا أركب بعدها ونكمل الطريق سوا. كل شيء كان ماشي تمام، لين فجأة يوم من الأيام السواق عم علي بلغنا خبر قلب جدولنا كله. قال لنا إن الباص بيدخل صيانة فترة، ومو يوم أو يومين، لا ممكن يطول شوي، وقال بكل بساطة دبروا نفسكم هالفترة لين نخلص من التصليح. وهني بدأت المعاناة، صرنا نستخدم المواصلات العامة، باصات عادية، زحمة يا ناس فوق بعض. واللي جرب هالشي بالكويت يعرف شلون الوضع يكون أوقات الذروة. شي مو سهل أبد. كنا نحاول قد ما نقدر نركب سوا، مرات أنا أتمشى محطة وهي تتمشى محطة ونتلاقى بالنص، بس عشان نضمن نكون بنفس الباص. وفي ذاك اليوم بالذات أين راحت لها لين قريب من بيتهم، وقلت ما راح أركب إلا معاها اليوم. فعلا التقينا وركبنا الباص سوا، بس من أول ما دخلنا عرفنا إن الموضوع مو طبيعي. الزحمة كانت مو طبيعية أبد، ناس بشكل مو معقول، كأن الباص شايل دبل طاقته. دخلنا من الباب اللي ورا وحاولنا نوقف جنب بعض، بس خلال ثواني الناس بدأت تدخل أكثر وأكثر، ودفعة ورا دفعة، لين فجأة انفصلت عن دعاء، اختفت من جنبي، وكل واحدة فينا صارت بمكان. حاولت أشوفها بين الزحمة بس مستحيل. والأغرب إن هالزحمة بالذات كان فيها شيء مو مريح أبد، شيء خليني أحس إن هاليوم مو راح يعدي بشكل طبيعي. المهم الزحمة كانت تزداد بشكل مو طبيعي، كل شوي ناس تدخل ودفع من كل جهة، يمين يسار قدام ورا. أنا ودعاء حرفين انضغطنا بين الناس، ولا نقدر نتحرك ولا حتى نعرف شلون نتصرف. وفجأة انفصلنا تماماً عن بعض، هي راحت جهة وأنا جهة ثانية. حاولت أشوفها بس الزحمة كانت حاجز بيني وبينها. وبعدها بدقايق سمعت صوتها من بعيد تقول خليك بمكانك، وأنا بخلي مكاني، يمكن نلتقي بعد شوي. هزيت راسي رغم إنها يمكن ما كانت تشوفني أصلاً. وقفت مكاني أحاول أتماسك، بس فجأة حسيت في أحد واقف وراي قريب وايد. بالبداية قلت عادي عادي، زحمة. بس الغريب كل ما أحاول أتحرك خطوة أحس إنه يتحرك وراي بنفس الاتجاه، أخذ يمين يجي وراي، أحاول أبتعد يرجع يقرب، كأن الموضوع مو صدفة. بديت أتوتر ولفيت شوية عشان أشوفه، بس قبل لا أتكلم لمحت دعاء من بعيد، وكان وضعها مو مريح أبد. الله، كانت واقفة بس واضح إنها متوترة، وفي أحد وراها مضايقها بنفس الطريقة. نظرت لها وأشرت لها بعيني على اللي وراي، فهمتي عليه ستيه، وحاولت تتحرك تجاهي، بس الزحمة كانت أقوى وما قدرت توصل لي وبقت مكانها. هاني أنا قررت أتكلم، لفيت على اللي وراي وقلت له بهدوء لو سمحت خلك على مسافة، الزحمة مو عذر. رد علي بكل برود، شنو أسوي؟ الباص كله زحمة، مو بيدي. قلت له إيه بس واضح إنك قاعد تقرب زيادة عن اللزوم. ابتسم ابتسامة غريبة وقال إذا مو عاجبك انزلي وخذي تاكسي. هني عصبت شوي وقلت له الباص مو ملكك عشان تقرر من ينزل ومن يقعد. الأجواء بدأت تشد، بس فجأة ميل علي شوي وقال بصوت واطي شوفي رفيجتك. شكلها فهمت الوضع أسرع منك. انصدمت من كلامه، لفيت بسرعة ودور دعاء بين الناس، ولما شفتها تجمدت مكاني. كنت واقفة بس ملامحها تغيرت، هدية بشكل غريب، ساكتة، كأنها بعالم ثاني، مو نفس التوتر اللي قبل شوي. كأنها
استسلمت للوضع بطريقة غريبة. رجعت أناظر اللي ورايا، وقبل لا أتكلم قال لي بعض الأحيان المقاومة تتعبك أكثر، بس إذا تجاهلت كل شيء يعدي. كلامه دخل براسي بطريقة غريبة. كنت متوترة، بس بنفس الوقت حاسة إني تعبت من التفكير. حولي أصوات، زحمة، ضغط، ومع كل هالدوشة بدأ تركيزي يخف. وقفت وسكرت عيوني لحظة، بس هالمرة مو عشان أهرب، عشان أفهم شنو قاعد يصير فعلاً، وليش كل اللي بالباص كأنهم متقبلين الوضع بطريقة غريبة، وليش دعاء تغيرت بهالسرعة. وهني بدأت أحس إن الموضوع مو بس زحمة باص، في شي ثاني، شي أكبر قاعد يصير، وأنا للحين مو فاهمته. نكمل. وأنا واقفة بهالزحمة لفت نظري شغلة غريبة. الشخص اللي وراي كان شايل شنطة على كتفه، نفس نوع الشنطة اللي كانت مع الشخص الثاني اللي ورا دعاء، بنفس الشكل، بنفس الطريقة، كأنهم يعرفون بعض أو كأنهم متفقين على شيء معين. الموضوع ما كان مريح، بس بنفس الوقت الغريب إني بطلت أقاوم، وقفت مكاني وتركت الأمور تمشي. ودعاء كانت بنفس الحالة، كأننا الاثنين دخلنا جو غريب مو فاهمينه، بس ماشيين معاه لين وصل الباص أخيراً لمحطتنا. أول ما وقف كأننا فجأة رجعنا لطبيعتنا. أنا ودعاء نزلنا بسرعة، وكل واحدة فينا تعدل نفسها وكأن شي ما صار. حتى ما تكلمنا بالبداية، بس لما بعدنا شوي عن الباص انفجرنا ضحك مو طبيعي، كأننا نحاول نغطي على شيء مو مفهوم. والأغرب إن الاثنين اللي كانوا وراه نزلوا بعدنا ووقفوا شوي بعيد ويأشرون لنا كأنهم يبغون يتكلمون. بس أنا مباشرة قلت لدعاء لا، خلينا نمشي، الموضوع مو مريح. وفعلا تجاهلناهم ورحنا دوامنا كأن ما صار الشيء. طول اليوم أنا ودعاء ما وقفنا كلام عن اللي صار، كل شوي نرجع لنفس الموضوع. أقول لها أنتي شلون كنتي بهالحالة؟ قالت لي وهي تضحك والله ما أدري، بس حسيت الموضوع عادي وقتها. قلت لها بس مو طبيعي اللي صار. قلت وين؟ يمكن إحنا مكبرين الموضوع. حاولنا نقنع نفسنا إنها كانت مجرد زحمة وعدت، وقررنا ننسى. بس اللي صار بعده خلينا نندم إن فكرنا نعتبره شيء عادي. اليوم اللي بعده ركبنا نفس الباص بنفس الوقت وقعدنا نطالع حوالينا، بس ما شفناهم. ارتاحينا شوي وقلنا خلاص يمكن صدفة وعدت. بس فجأة وأنا واقفة سمعت صوت وراي، نفس الصوت بنفس الهدوء، يقول لي تأخرتي اليوم. تجمدت مكاني، لفيت ببطء ولقيته واقف وراي، وكأنه ما غاب أصلا. ابتسم وقال شكلك تعودتي على هالطريق. ما أدري شلون، بس لقيت نفسي أضحك وأرد عليه عادي كأن ما في خوف. وهني أنا استوعبت إن الموضوع مو مجرد موقف عابر، في شيء قاعد يرجعنا لهم بنفس الطريقة، بنفس الإحساس. نظرت لدعاء ولقيت نفس الشيء قاعد يصير معاها. الشخص الثاني واقف معها يسولف ويضحك وكأنهم يعرفون بعض من زمان. ومع الوقت صرنا نشوفهم بشكل متكرر كل يوم تقريبا، نفس الباص، نفس الأماكن. بس الغريب ولا مرة شفناهم يركبون من البداية، ولا مرة شفناهم ينزلون قدامنا، يظهرون فجأة ويختفون فجأة. لين بيوم من الأيام وواحد فيهم قال لي شيء خلاني أربط كل الأحداث وأفهم إنه اللي صار بالباص ما كان صدفة أبد. نكمل السالفة. مع الأيام العلاقة بيننا وبينهم صارت غريبة أكثر.
بديت أتعلق فيه بطريقة مو طبيعية. فمرة من المرات قلت له بشكل مباشر إحنا شنو وضعنا؟ متى ناخذ الموضوع بشكل جدي؟ سكت شوي وبعدين قال بكل برود خلينا مثل ما إحنا، ليش نستعجل؟ الأيام قدامنا. جوابه ما كان مريح، بس كنت أتجاهل الإحساس هذا، وظلينا بهالحالة فترة لين فجأة رجع باص الشركة يشتغل، وهني كل شيء تغير. ما عدنا نشوفهم يوميا ولا صارت نفس اللقاءات، بس هم اختفوا. صرنا أحيانا نتواصل معاهم وهم يقترحون نلتقي بمكان ثاني. مرة من المرات قالوا لنا مرشقة واحد من ربعهم، أنا ودعاء. ترددنا بالبداية، بس للأسف رحنا، وأول ما وصلنا هناك صار شيء ما توقعناه أبدا. تغير أسلوبهم 180 درجة، صاروا باردين، أسلوبهم جاف. وبعدين فجأة واحد فيهم قال خلاص الموضوع انتهى. استوعبت بصعوبة وقلت شلون يعني انتهى؟ رد بكل بساطة اللي بيننا كان مجرد فترة وعدت. انصدمت، قلت له مو كنت تقول إنك مهتم؟ ضحك ضحكة خفيفة وقال مو كل اهتمام يعني ارتباط معته. هني عصبت وقلت له كلام قوي، بس الرد اللي جاني كان الصدمة الحقيقية. قرب مني وقال بهدوء ديري بالج على كلامك. سكت لحظة وكمل ترى أنا أعرف عنك أشياء وايد أكثر مما تتخيلين. جمت مكاني، قلت له شنو تقصد؟ قال رقمك، حساباتك، حتى أهلج كلهم أعرفهم. قلبي نزل وكمل بكل برود مو صعب، تعرفين أي شخص هالأيام رقم واحد يكفي. وقتها استوعبت إن كل شيء صار من البداية، كان مرتب، مو صدفة، مو تعارف عادي. كانوا يختاروا يراقبون ويقربون بطريقة مدروسة، والباص كان بس البداية. طلعنا من هناك بسرعة. أنا كنت بحالة انهيار، تفكير، خوف، ندم. أما دعاء كانت تحاول تبين إن الموضوع عادي، بس أنا كنت حاسة إن الموضوع أكبر من جذي. كبرت الفكرة براسي، مو بس لأنهم خدعونا، لكن لأنهم كانوا يعرفون عنا كل شيء من غير ما نحس. ومن يومها صرت أنتبه لكل تفصيلة، أي رقم غريب، أي شخص يراقب، أي موقف يتكرر، لأنه اللي صار علمني درس ما راح أنساه طول عمري. مو كل شخص يبتسم لك يكون نيته طيبة، وبعض العلاقات تبدأ صدفة نهايتها تكون محسوبة من البداية. وهذه كانت قصتي. ولو صار معاكم موقف مشابه لا تسكتون ولا تستهينون، وانتبهوا زين، لأن مو كل شيء يبان عادي يكون فعلا عادي. وإذا وصلت لهني لا تنسى اللايك والاشتراك، ونشوفكم في قصة جديدة. مع السلامة.